بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 12:30 ظهرا اليوم الثلاث الموافق 14 إبريل 2026. أنا الحقيقة يعني هتكلم على حاجة. متابعة القنوات الإخبارية وبالذات الإقليمية وبالأخص قناة الجزيرة، انبهرت وذهلت واستعجبت. سياسة قناة الجزيرة دايما اللي هي بتحاول توجه المشاهد بعقلية بتعتبره مثلا مسطح أو بياخد بشكل انطباعي شكلي وبسيط. فما بتبقى عاوزة توجه أو توصل مفهوم، بتجيب ناس يعني متناقضة أو كل واحد ليه الحجة بتاعته، ولكن عندما تكون هي عاوزة تميل مع حجة معينة بتحاول اللي هي ما تديش فرصة، بتنقي حد ممكن يكون أقل في القدرة عن التعبير يتم مقاطعته، ثم تتبروز اللقطة لآخر ضيف اللي هو الجزيرة مثلا معاه، أو عاوزة تقول هو دي وجهة النظر الصح أو اللي يجب تكون هي المفهومة، أو اللي يجب اللي هي تكون هي المعتقد بيها وكده. يعني طول عمرها كده بنشوفها في برامجها وبتجيب ناس بطرق مختلفة، إلى أن أما حصلت الأحداث بتاعت الحرب أمريكا وإيران فأنا استعجبت. يعني ظهرت حاجة مهمة، مش عارف كانت هي قصده أو غير قصده. وضح لنا مفهوم الكم والكيف. عندما استضافت اللي هو الدكتور الإيراني اللي هو حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط تقريبا في جامعة طهران، وجايبة معاه 7 عرب من اللي هم بيتقال عليهم المفكرين والفلاسفة والدكاترة الدراسات في معهد مش عارف الدوحة صدمنا، حسينا بفرق رهيب جدا. 1 قصاد 7، والواحد بيكسب. هدوء، منطق، ثقة، إدراك. ولقينا الناحية التانية صراع، تصارع. حسينا بمعنى الغوغائية. هم دومة الدكاترة ولا هم دومة المفكرين ولا هم دومة الخبراء؟ ويتصارعوا، لا يملكوا الحجة. كلام بيتكرر، في المقابل ألاقي حد بيتقاطع يملك الحجة، الكاريزما، الإدراك. الأخطر ما في الموضوع، واحدة أردنية اتقدمت بتعريف اللي هي مستشارة وزارة الدفاع الأمريكية. هي بتتكلم عربي، ولكن هي عاوزة تاخد الشو أو عاوزة تاخد الاحترام، فبتتكلم اللغة الإنجليزية وكأنها هي أمريكية. فكانت المفاجأة اللي هي اكتشفنا اللي دي اسمها هيام وأردنية، وكانت بتتكلم قبل كده عربي. المفاجأة الأكبر كانت إحدى اللقاءات مع اللي أنا بقول عليهم دائرة النقاش والحوار، لأن تم استضافة الدكتور حسن أحمديان باستمرار يعني، وبيتغير عليه الناس اللي هم المفروض بيواجهوه أو بيتناقشوا معاه أو حاجات زي كده. اتصدمت لما لقيت المذيعة بتطلب من الدكتور حسن أحمديان اللي هو الإيراني اللي هو لغته الفارسية اللي هو يتكلم باللغة العربية، هو طليق في اللغة العربية وبيتكلمها، ولم تطلب من الأردنية اللي هي أساسا عربية تتكلم عربي، فبيترجموا لها وعلى أساس اللي هي يدوا لها الشو. ولكن شفنا فعلا من يملك الحجة، الحر، يملك الكاريزما، يملك الثقة، كان أكتر إقناع وتأثير. وحسيت زي ما تكون قناة الجزيرة ندمت، جاية علشان توضح نقطة الضعف أو إيران معتدية أو حاجات زي كده. لم يسعفوها الأجرية اللي كانوا بيتصارعوا علشان
يبينوا لولي النعم اللي بيدفع لهم اللي هم حصروا الضيف ولا قدروا يسفهوا من كلامه او يدخلوه تحت ستريس وضغوط. ف ابقى زود لنا المعلوم، ابقى زود لنا ال الاتعاب. فوضحت قوي الحر اللي يملك المعرفة، الواثق، يملك الحجة، هادي، والناس الغوغائية المرتزقة المدعية اللي بتشتري مسميات. بغض النظر انت مع مين او ضد مين، لابد اللي انت تشغل عقل، تقيم. اوعى تكون ضمن القطيع. حلل، تابع، قيم. اوعى تاخد اي شيء بشكل مسلم. للأسف كانت مفاجأة. يعني حتى انا بقول دايما قناة الجزائر كل تكلفتها العالية جدا، هل كانت ارادت الموضوع ده او كانت ضعيفة لان كانت ما تعودتش على مستوى الثقة والقدرة والمعرفة والعلم والحفاظ على الثبات. لان كان دايما يستضيفوا مثلا عرب سواء مختلفين، ودومت يقعدوا يتصارعوا، ودومت يهيصوا، ودومت يصوتوا، لانهم لا يملكوا اي حجه. ودايما كان يتقال على العرب ظاهره صوتيه، ويا ريت حتى كمان ظاهره صوتيه تملك حجه. او فكان الموضوع، يعني انا تابعت الموضوع ده في اكتر من لقاء تحليلي في عده ايام، فكنت انا مذهول. ايه الثقه اللي يملكها الدكتور حسن احمديان؟ الهدوء، الحجة، المنطق، عدم التشتت، بالرغم اللي قصاده 7 يقطعوه. يعني غلوشة وغوغائية وأصوات عالية إلا التاني كان أكتر حجة، أكتر منطقية، أكتر. فهل ده درس أولا يوضح لنا الفرق بين الكم والكيف؟ 1 قصاد 7، و7 إيه؟ اللي هم واخدين مسميات المفكر والفيلسوف والدكتور وبتاع الدراسات وبتاع التحليلات، من عسكري، من دراسات مش عارف ايه سياسية، وكلهم ظهر مدى السطحية، مدى النمطية، مدى التكرار، حافظين مش فاهمين. 1 بس يظهرهم بهذا المنظر يعني الفضيحة. فأتمنى إن احنا نفعل عقلنا، نقيم بعيد عن الحب والكره، نقدر نشخص الحقيقة المرة. دايما نقول التشخيص الصح نصف العلاج. اوعى تكون ضمن قطيع. افهم، قيم، حاور. اوعى تاخد معلومة بشكل مطلق او بشكل على علته. دايما فعل عقل، حلل، عدد مصادر معرفتك، احترم الاختلاف. اوعى تاخدك العاطفة، اوعى تقيم بناء حب وكره. دي بداية التصحيح. احنا للأسف العرب يملكوا حاجات كتير جدا، موقع وموارد وحاجات زي كده، ولكن تحس ان هم تابعين وليسوا متبعين. فرق كبير جدا بتكون متبع او تابع. اتمنى يكون ده درس للكل، ونعيد تاني ونفهم حتى نقدر نعرف فين نقطة ضعفنا او خطأنا قبل ما نهاجم الاخرين. شكرا، والى اللقاء في فيديوهات اخرى هنسلط الضوء عليها بزوايا مختلفة، واتمنى يكون
مفهوم يكون وصل. دعوة